بص، انا هكلمكم عن حاجه يعني اغلب جمهور النادي الاهلي ملاحظها اليومين دول او ملاحظها بقالنا فتره. حد يا جماعه اتكلم عن لقطه انسحاب نادي الزمالك في ماتش السوبر؟ اللقطه اللي شوهت سمعه مصر كلها، والمنظر اللي كل الناس شافته، اللي نادي بينسحب من مباراه عشان ضربة جزاء صحيحة 100%. مفيش حد يقدر يقول ان ضربة الجزاء دي مش صحيحة. والمنظر اللي انتوا شوفوه، هاتوا يسحبوا اللعيبة وبعد كده يرجعوا اللعيبة تانية، والارهاب اللي هم بيعملوه في كل حاجة دلوقتي بقوا مستخدمين القصة بتاعت الارهاب ديت. ورجعوا تاني والماتش خلص ورهبوا الحكم، والحكم بعد كده مبقاش مركز. فاهمني؟ وقصة المظلومية اللي هم ماشيين فيها اللي نفعت فعلا نفعت، هم جربوها ونفعت. والحكم طول الماتش مبقاش مركز، ومفيش حد في الاعلام بعد الماتش قال يا جماعه ده عيب، يا جماعه ده ما يحصلش، ما ينفعش اللقطه ديت، ولا حد اتكلم. ليه؟ لان الاعلام بقى بيخاف من النادي الاهلي الزمالك. الاعلام بيخاف من نادي الزمالك لانه عارف لو اتكلم هيطلع واحد يرد ويقول ويعمل، فمبقوش يتكلموا. ساعه لما النادي الاهلي قال اللي هو مش هيلعب كاس مصر واعتذر عنه عشان خاطر تلاحم المواسم وكده، كل يوم كان واحد بيطلع ده زي السحاب، ده مش اعتذار، ده مش عارف ايه. وقعدنا اسبوع 10 ايام بيتكلموا في القصه ديت. حد اتكلم عن اللقطه ديت؟ محدش اتكلم ولا حد هيتكلم. الموضوع يا جماعه بقى واضح جدا. موضوع اللي هم لقوا موضوع المظلوميه دوت، وموضوع اللي هم اي حد بيتكلم بيطلعوا عليه، بقوا فعلا هم دلوقتي الاعلام بقى بيخاف منهم، ما حدش بيتكلم عليهم. مع ان لقطه زي دي المفروض ما تعديش. انا شايف لقطه زي دي المفروض ازاي عدت لقطه الانسحاب ديت، والمنظر اللي كان في السعوديه ده الله اعلم. بس بجد الموضوع دوت بقى اوفر جدا. والاعلام حتى في لما تيجي تستضيف واحد زملكاوي واحد اهلاوي، تلاقي الزملكاوي بقى صوته يعلى، وبقى ما بقى الاعلام اللي هو بيقدم البرنامج بقى بيكش منه. الموضوع بقى باين جدا وواضح جدا، والكلام ده لازم فعلا نراجعوه، لازم نقف عليه.